أنا إكرام فيلالية، مواليد 2002، بنت أقاليم صحراوية بالضبط، من تافيلالت بالضبط، من مدينة أرفود. البداية ديالي كانت في دار الشباب. كنت كنشارك مثلا هكا الا كان شي حفل في المدرسة، دار الشباب. كيعجبني انني نغني على الام، لانه كيقولوا لي صوتك حنين. ولا تبكي وهي الميماية، ولا تبكي ولا تسيلي دموعات. شنو دارك؟ شحال تاخذ؟ 2 3 ولا 4؟ 4. يوم يشبه يوم حياتي هادي، حياتي هادي، حياتي اللي تمنيت تكون ماشي هادي، ماشي هادي. وريوني ظهري فيني كون، ظهري فيني كون العمر غالي. وريوني فيني كون، ظهري فيني كون العمر غالي. أنا غنيت وعيت نادي بدموع، أنا غنيت، أنا غنيت وعيت نادي. صارني العمر غالي. باغي نحصل باغي نوصل نبلغ مرادي، باغي نحصل باغي نوصل نبلغ مرادي. ياك العذاب وسهير الليلة، وسهير اللي زاد في مكان. العذاب وسهير الليلة، وسهير اللي زاد في مكان. إكرام كتحصل على 4 ديال الأصوات من عند لجنة تحكيم برنامج النجم الشعبي. مبروك عليك. أنا فرحانة والله، شكرا لكم. تعرفي بأنه اللجنة ديال برنامج النجم الشعبي ماشي سهل باش تعطي الصوت ديالها، وكنعرفهم لأي درجة هما إكزيجون. اليوم بغيت نسول نجاة عتابو اللي شتا فرحانة ملي دخلتي وبديتي كتغني، اشنو يخلاها تعطيك صوتها؟ إكرام غزالة تبارك الله، صوت رائع 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 جدا. طربتني وحسيت بها وكتأدي من القلب وهي فرحانة
ما شفتش فيها حتى شي ديفو، ما كاينش. تبارك الله في كل شيء، لا في الاداء شكراً. ولا في الصوت شكراً. ولا في، شكرا. ما شاء الله عليها. كنتمنى لك التوفيق بنتي، شكراً. واكيد غادي تكوني ناجحه ان شاء الله في الميدان الفني. ان شاء الله، الله يطول عمرك. شكرا لك. واخا انا شفتها في الكواليس كانت مخلوعه شويه ياك. صراحه كان ستريس ما نكذبش، ولكن بوجوههم انا عطيت كل ما عندي. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. سي عبد العزيز الساتي، رايك في اكرام في الاداء ديالها وفي الصوت ديالها؟ لاله إكرام تبارك الله عليك، اختاريتي الأغنية اللي هي مريتيها مع صوتك، اللي هي كانت أصورتي وجلبت كاع لا الجمهور ولا لجنة التحكيم. يعني اختاريتي أغنية اللي هي فيها مقامات اللي هي ماشي سهل، راه كاين اللي خدا غير واحد المقام اللي هو بسيط وما تأهلش فيه، لكن انت اختاريتي واحد الاغنيه اللي فيها توزيع موسيقي، والكل كنشكر الفرقه الموسيقيه اللي هي كانت في واحد المستوى عالي عليهم بكل صراحه. الصوت رائع، يعني تمتعت بكل صراحه، وهانئ لك هذا الشيء علاش عطيتك صوتي. شكراً. وتبارك الله عليك، لان اختاريتي الذوق شكرا. الذوق الطربي بالنسبه للاغنيه الشعبيه. احنا الاغنيه الشعبيه ماشي هي هذه، وكان هذه اغنيه طربيه تبارك الله. اختاريتي الذوق اللي هو كيروق ليها اظن. الفول كيدير 160 ريال الكيلو، صح من اللوز، واللوز كيدير 3000 ريال الكيلو. تبارك هي اختارت لينا اللوز. شكرا سي عبد غادي العزيز. نطلب شكراً. من الجمهور نجاة كتموت بالضحك. هذه هي اللغه والواقع ديال المغاربه. أكيد، خصنا هذا الفن الشعبي أكيد. ديالنا خصنا نهضروا به بهاد لافاسو. تماما. الا تماماً. نزيدو تنمحقوه شويه تنوصلوا لا نهضروا هكا. سي عبد العزيز، انا دائما كنحيي فيك هاد الروح المرحه ديالك، الله يبارك. لانك كتضفي على البرنامج واحد الحلاوه خاصه. اللي في قلبه على لسانه ما كاينش تصنوع ما كاينش. زينه الداوديه، شنو تقولي لإكرام؟ عندك شي ملاحظه على الاغنيه عجبتك في الاداء ديالها، ولا عندك شي تعقيب؟ مساء الخير إكرام. السلام عليكم. إكرام، أول حاجة غادي تسمح لي السي رشيد، غادي نقول واحد الحاجة اللي بعيدة على إكرام. اليوم أنا فرحانة أنه العنصر النسوي كاين وحاضر معانا، لأن الساحة الفنية كتفتقد العنصر النسوي. أنا بصراحة جد فرحانة، جد سعيدة، جد سعيدة. إكرام إن شاء الله انت عطيتيني الثقه انه غادي يكونوا مازال بنات غادي يغنيوا، وغتكون اصوات، وغتكون في الساحه الفنيه غادي يكونوا فنانات هكا جميلات في الصوت وفي الاداء وفي الوقفه. تبارك الله عليك. اليوم فعلا ابهرتيني بصراحه، متعتيني وعجبتيني، لانه مجتهده وغيجي منك بزاف د الحوايج. كنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. الفنان ديالنا حجيب، الراي ديالك كيهمنا، كيف جاك الاداء ديال إكرام؟ اليوم شفتها حاضره بقوه، وكيف قالوا الاخوان انها عرفت المقام اللي غتخدم فيه، وهذا هو اللي نفعها. يعني عبرت الصوت ديالها، عبرت المقام اللي غادا تكون مرتاحه فيه. ثانيا الاختيار ديالها كان في محله، مع الطريقه ديال الاداء ديالها، مع حركاتها. ما كنتش عطاتنا اغنيه مكتمله لا من الصوت ولا من الاداء. وما هو مهم هو انها مشات في الميزان ومشات في المساويه. فكنقول لك تبارك الله. شكرا لك سي حجيب. شكرا. سي حجيب من العشاق ديال فن العيطه ورائد من رواد العيطه، واش كيبان لك عندها المقومات انها تغني هذا اللون هذا؟ عندها صوت كتخدم به طبقه عاليه، وعندنا بعض العيوط اللي كيطلبوا الطبقه العاليه. انا خصني نشوف غير الندها، لان كنقولوا العيوط لما كانت فيها الندها كتكون مسوسه. نقدر نقولها تنده. الا دارت شي حبه نشوف واش كاين. سبحان العلي اللي صوروا داروا في بالي. انا مربوطه بسميتو باقا ما عرفتو. جري يا مو جري يا اختو حجيب ديتو.
اش بان لك السي حاجي؟ يجي منا صافي كاين تسبيقات على اكرام.